عباد الله، إن أذية المسلمين تأخذ صورا كثيرة وعظيمة جدا، منها ما يكون بالقول، ومنها ما يكون بالفعل، ومنها ما يكون عظيما عند الله عز وجل. ألا وإني محدثكم عن أذية يا عباد الله قد عانى منها المسلمون كثيرا في هذا الزمان على وجه الخصوص. إنها الأذية بالسحر يا معاشر المسلمين، الأذية بالسحر، بتسلط السحرة على عباد الله وبقصدهم من المنحرفين الذين امتلأت قلوبهم غلا وحسدا على إخوانهم، فيبتغون أذيتهم، فيلجؤون إلى هؤلاء المجرمين من السحرة والكهنة والعرافين، والله المستعان. يا عباد الله، كم عانى المسلمون من هذه الجريمة الشنيعة، كم من البيوت العامرة تهدمت بسبب السحر، كم من العلاقات الأخوية الطيبة قد تقطعت بسبب السحر، كم من الأزواج قد انفصموا بسبب السحر، كم من الأصحاء الأقوياء قد مرضوا وضعفوا بسبب السحر، كم من المسلمين يا عباد الله يعاني يئن المسكين من شدة البلاء الذي حل به بسبب السحر، وربما يؤول به الأمر إلى الجنون والعياذ بالله. لقد تسلط السحرة على الناس في هذا الزمان، ولقد وجدوا رواجا لأعمالهم الخبيثة، وذلك يا عباد الله لقلة الدين ولضعف الإيمان، وزد على ذلك سهولة التواصل معهم في هذا الزمان، فالسحرة يتواصلون مع كثير من الناس بالهواتف والجوالات وبالشبكة العنكبوتية والقنوات، وزد على ذلك يا عبد الله استغلالهم لجهل الجاهلين الذين امتلأت قلوبهم غلا وحسدا على إخوانهم، فآذوا خلقا كثيرا من عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن السحر ثابت وله حقيقة بإجماع أهل السنة والجماعة، لا يختلفون في ذلك. معاشر المسلمين، إن السحر حرام تعلمه، حرام تعليمه، حرام تعاطيه بإتيان السحرة، والله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، ثم ذكر بقية الموبقات عليه الصلاة والسلام. وتأملوا كيف ذكر السحر بعد أظلم الظلم وأعظم الذنوب الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. رواه الإمام أحمد. أيها المسلمون، إن السحر الذي يتعاطاه الناس ويأخذونه من السحرة منه ما يكون بالعقاقير والأدوية التي تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، وهذا كما قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى عدوان وفسوق. ومن السحر معاشر المسلمين ما يكون بالرقى والعقد والطلاسم التي يستعملها السحرة لأجل استجابة الشياطين لهم، فيسلطونهم على المسحورين. هذا يعبد الشيطان ويتقرب إلى الشيطان ويكفر بالرحمن، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب الذين جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم وأقبلوا على تعلم السحر. قال سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.